أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يحبهم ويحبونه فلما رأينه أكبرناه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب السراج المنير، صلاة مطلقة جامعة لكل خير دافعة لكل شر، وعلى آله وصحبه وسلم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. من يعتصم بك يا خير الورى شرفا، الله حافظه من كل منتقم. السلام عليكم إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، محبي قناة الإنسانية 676. أحبكم في الله، ويشهد الله تعالى أني أحبكم في الله، ولا أريد لكم في هذه القناة إلا الخير وإلا العلو. لذلك إخواني الكرام، في هذا الزمان الصعب، خاصة في هذه السنة، سنة 2025 التي دخلت بالابتلاءات والزلازل والبراكين والأوبئة وسقوط طائرات وظهور أجسام مضيئة في السماء حار فيها الناس وفي تأويلاتها، فنسأل الله السلامة في هذه السنة. وأقدم لكم في هذا الدرس المبارك هدية مباركة من الشريف محمد الإدريسي العلوي لكم إخواني أخواتي الكرام الذين تحبوننا في الله كما نحبكم في الله، والمشتركين في القناة أو المشاهدين إليها. أقدم لكم تحصين قوي جدا من فتن هذا الزمان ومن كوارث هذا الزمان. من واظب عليه مواظبة الرجال سيرى له من الفضل والخير والبركة والتحصين والعناية من الله الشيء الكثير، وهو تحصين حاولت أن يكون مختصرا وسهلا لكم حتى يقوى عليه كل شخص. فإخواني الكرام، الآن في هذه الأثناء التي أسجل لكم فيها هذا الفيديو من أجل أن أقدم لكم تحصينا مباركا يحفظ دينكم ودنياكم وأجسامكم وأرواحكم وأبدانكم وأموالكم ومنازلكم، يعني تشهد دولة إثيوبيا حفظها الله تعالى هزات أرضية متتالية بشكل مرعب جدا، ثم فوران وانفجار بركان سد النهضة، ثم تركيا تشهد زلزال آخر، ومن قبلها أمس دولة الجزائر الشقيقة، ثم هز في مدينة بني ملال المغربية وفي مدينة أزيلال وفي مدينة ورزازات. فالأمر إخواني الكرام يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. والآن في الصين بدأوا بارتداء الكمامة، وبدأت أعراض مرض خطير يصيب الأطفال في الجهاز التنفسي وهو معدي، وبدأت المستشفيات تملأ بسبب هذا المرض، والمتخصصون متخوفون من أن يكون والعياذ بالله مثله مثل كورونا. فإخواني الكرام، الأيام القادمة كما قلت لكم أيام صعبة جدا، فأنصحكم بأن تأخذوا الأمور على محمل الجد، وأن تحافظوا على هذا الورد، وأن تدعوا لي بالخير، وأن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد وكل خبر مفرح وتحصين وذكر، فإن القناة علوية تحب لكم الخير. وضعوا علامة إعجاب حتى يصل هذا الفيديو إلى أكثر عدد ممكن من الناس حتى يستفيدوا منه، فلعل من هناك من هو محتاجه أكثر منك. وشاركوه بين أحبابكم بين عائلاتكم، فإن هذا الدعاء لعل فيه خير، وسيكون تحصيلكم من كل الكوارث والابتلاءات في هذا الزمن. وحتى لا أطيل عليكم إخواني الكرام، سأبدأ لكم في الدعاء، وهو سهل جدا لمن كانت له همة بسيطة، ليست همة عالية. الهمة عالية تحتاج الأذكار الكثيرة والخلوات، فتلك لها أهلها. فأنا أنصحكم يا إخواني الكرام من عامة إخواننا المغاربة أو المسلمين أو العرب أو أي إنسان يأخذ بهذا الذكر، فإنه سهل ومبارك ويحصنك من فتن هذا الزمان، من فتن شياطين الإنس والجن، ومن هذه الكوارث وهذه الابتلاءات. يكون الإنسان
دائما محصن بإذن الله تعالى. أولا وهو الحفاظ على الوضوء قدر المستطاع، يعني الإنسان أن يكون طاهرا قدر المستطاع، لأنه لا يدري متى سيضرب زلزال، لا يدري متى ستنقلب شاحنة، لا يدري متى ستسقط طائرة، خاصة الناس الذين يسافرون عبر الطائرة وهكذا. يعني أول تحصين إخواني الكرام أن تحافظوا على الوضوء قدر المستطاع، وأن تحافظوا على إصباغه، وكلما قضى منكم إنسان حاجته فليتوضأ حتى وإن لم يكن وقت الصلاة. هذا أول شيء. ثاني شيء أن تقول في الصباح وفي المساء، نقصد بالصباح يعني بعد صلاة الفجر، وفي المساء بعد صلاة المغرب، تقرأ الفاتحة المباركة مرة واحدة، ثم تقرأ آية الكرسي وآية الحرس مرة واحدة. آية الحرس هي هاته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه إخواني الكرام راه من أعظم الآيات للتحصين، واسم على مسمى، هي آيات الحرس، يعني يحرسك الله بها من كل أذى. ثم تقرأ سورة الإخلاص العظيمة المباركة الشريفة 3 مرات. سورة الإخلاص هي قل هو الله أحد. ثم المعوذتين 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات. ثم بعد كل صلاة مفروضة تقرأ آية الكرسي وآية الحرس مرة واحدة، هذه بعد كل صلاة. حافظ عليها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فإنها من أقوى التحصينات على وجه الأرض. ينصحكم بها الشريف محمد الإدريسي العلوي، لا لشيء سوى لرضا الله تعالى، وحتى يفرح بها جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون زيادة في شرفه وفي رفعته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تقول 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثم تضيف إليها 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء: أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة. فهذه إخواني الكرام، هذا الذكر تحصين من الشياطين، شياطين الإنس والجن، خاصة الجن، وتحصين من الهوام يعني الأفاعي والعقارب وكل ذات سم، ومن العين الذي يصاب بالعين بكثرة يحفظه الله تعالى بهذا الدعاء من عين الحاسدين والحاقدين. ثم تقول هذا الدعاء المبارك الجميل القوي للولي الصالح سيدي إبراهيم الدسوقي قدس الله سره الطاهر الشريف، 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء، وهو هذا: بسم الإله الخالق الأكبر وهو حرز مانع مما أخاف وأحذر، لا قدرة لمخلوق مع قدرة الخالق يلجمه بلجام قدرته، أحمى حميثا أطمى طميثا وكان الله قويا عزيزا، حاميم عين سين قاف حمايتنا، كاف ها يا عين صاد كفايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، هذا هو التحصين العظيم جدا اخترته لكم، سهل ومبسط وجامع لخيرات الذكر والتحصين في هذا الزمان. حافظوا له، وادعوا لي بالخير، وادعوا لي سند الروح بالخير، وترحموا على نسب التراب. وأنصحكم نصيحة أخرى دائما أنصحها في كل فيديو، هو أنه ولا بد أن يكون لكم ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصباح، وورد في المساء تتبركون به، وحتى تتحرك معكم هذه الأذكار بقوة وبسرعة بفضل وبركة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكنت قد نصحت ب100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء بالصلاة الأمية، ولمن أراد أن يتوسع في هذه النصيحة ويعرف خباياها وما جاد به القدر علي بخصوص الصلاة الأمية ونصيحتي لكم بها 100 مرة،
في الصباح و100 مرة في المساء، فإنني سأترك لكم رابط الحلقة المباركة عن الصلاة على النبي في أول تعليق بعنوان كيف أبدأ الصلاة على النبي لتحقيق أهدافي الدينية والدنيوية. وأنصحكم كذلك قبل أن تقبلوا على أي أمر أن تستخيروا الله تعالى، وسأترك لكم رابط الوصف للحلقة التي تحدثت فيها عن صلاة الاستخارة، وأنها تنجيك بإذن الله تعالى من الخسارة والندم. فنسألكم الدعاء إخواني الكرام، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعكم بهذه الحلقة وبهذه الأدعية والأوراد التي اخترت لكم والتي اقترحتها عليكم كتحصيل لكم من أذى وفتن هذا الزمان، وأن يجعلها في ميزان حسناتي ويبلغني بها مقصودي، ويكون لي ببركتها ربي خالقي دائما وليا ونصيرا، وأن يجعلها في ميزان حسنات سند الروح ونسب التراب، وزيادة في رفعة وشرف جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والضامن دائما كما عودناكم جاه اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب السراج المنير، صلاة مطلقة جامعة لكل خير دافعة لكل شر، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.